الله سبحانه عز وجل أنزل القرآن وجعله لنا دستورا في الحياة. كذلك عندما نجد الآيات في القرآن الكريم التي تخص الإمامة أو تخص حجة الله أو تخص من اصطفاهم الله ومن اجتباهم الله ومن اختارهم الله ومن جعلهم شهود أو جعلهم مثلا إماما للأمة جميعا، الله في القرآن الكريم بين هذه التفاصيل. الله سبحانه عز وجل بين هذه الأسس من خلال الآيات ومن خلال السور التي تنص على الإمامة وعلى وجود حجة الله في الأرض. هذه النقطة الأولى. الإمامة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الإمامة العامة والقسم الثاني الإمامة الخاصة. شلون يعني الإمامة العامة والإمامة الخاصة؟ نجيها الآن. إذا أجيب شخص وأنصبه أقول له أنت اليوم تصير رئيس جمهورية، أنت اليوم تصير مثلا نائب رئيس جمهورية، أنت اليوم تصير نائب لرئيس الجمهورية نفسه، أنت نائب مثلا البرلمان، أنت كذا أنت كذا، وهذا أخليه في منصب. هذا المنصب اللي أخذه يعتبر منصب عام أو منصب خاص، يعتبر منصب عام. ليش؟ لأن هذا اللي صار رئيس أو صار نائب رئيس إذا كان له فيه خير فالخير يعم الكل، وإذا كان شر فالشر يعم الكل. هسه ما احنا رئيسنا خير لو شر هاي بعد يومكم انتم. فإذا كان خير فالخير راح يعم الكل من المفترض. يعني هذا احنا نحكي افتراضية هسه مو واقعية، أما بالواقعية ما موجودة. بالواقعية إذا نريد نرجع لصحتها ما موجودة، ما مطبوقة هذه عليها. لكن كفرضية نقول هذا نخليه رئيس، فهذا الرئيس لازم شو يكون هو؟ هذه الناس اللي في هذا البلد لازم شنو؟ بعد يعتمرون في أمورته، ياخذون القوانين من عنده ينطيها إن كانت صارمة أو إن كانت حاسمة أو غير ذلك. زين، هذا شو نسميه؟ نسميه عام. فلما تنجاب الإمامة كمنصب الإمامة تعتبر شنو؟ عامة وليس خاصة. زين، احنا قلنا هي قسمين، القسم الأول عام والقسم الثاني خاص. هسه أنا بدي أسوي العام خاص، لازم أحول هذا العام حتى يصير عندي خاص، وإلا إذا ظل عام فراح ياهو يجي شو يصير؟ راح يصير إمام، صح ولا لا؟ ياهو يجي راح نخليه راح يقول أنا إمام. فشلون يصير هذا خاص؟ نجي لهذا الرئيس اللي ضربنا به مثل بالبداية، نجي للرئيس نشوفه نقول له يابا أنت الرئيس، أولا أنت حامل شهادة عالية؟ راح يقول نعم. نقول له أنت سابقا أخذت لك فد منصب بالدولة قبل هذا المنصب قبل لا تكون رئيس؟ راح يقول نعم. أنت عندك خبرة؟ راح يقول نعم. أنت عندك مؤهلات؟ هنا صارت العامة شنو وياها؟ خاصة، وإلا كل يصير شنو؟ رئيس. فهي ما طلعوا. كذلك الإمامة لأئمة أهل البيت عليهم السلام، الإمام كمنصب عام لكن نريد مؤهلات حتى نجيب هذا ونقول له أنت إمام. أنت شنو؟ أنت إمام بالإمامة الخاصة وليست العامة. فشنو لازم نلقى؟ لازم نلقى الإمام أولا هو حجة، ثانيا من اجتباهم الله، من اصطفاهم الله، من اختارهم الله. لازم يكون هذا الإمام أولا ينطق بالحق، ثانيا يعدل بين الناس، ثالثا إذا اجت مسألة ويقول له روح وتعالي بعد 3 أيام حتى اسأل علي بن أبي طالب هو يجاوبني. زين، وصلت الفكرة. فإذا الإمامة بحد ذاتها لها عام ولها خاص.